تمام. وفي الاخر يقول لك ايه يعني سيد عبد الحفيظ مدير كوره فين ايام ده الكرسي ده قاعد عليه صالح سليم وحسن مع الاحتفاظ بالالقاب طبعا كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي وكابتن طارق سليم. ازاي سيد عبد الحفيظ ما يبقاش زي دول؟ انت عارف ليه؟ انا اقول لك انا عمري ما هبقى زي دول. عارف ليه؟ لان دول كان بيتعامل مع محمد حسن حلمي زموره وبيتعامل مع حماده امام وبيتعامل مع نور الدالي حتى على المستوى الاعلامي. بيتعامل مع محمد لطيف. انا بتعامل مع مين؟ بتعامل مع مرتضى وبتعامل مع امير وبتعامل مع منتصر وبتعامل مع شادي وبتعامل مع بندق وبتعامل مع صبحي. ده صبحي ده قال لي في مره ايه قال على الهوا قال لي ده انت عشان تيجي تقابلني انا عشان اروح اقابله الامن يقول لي فين بطاقتك؟ ليه يا استاذ صبحي انت مكتبك على الكمين على الدائري؟ اطلع بطاقتي ليه وانا بقابلك؟ يعني انا هطلع البطاقه بتاعتي ليه وانا قابلك؟ يعني انت المكتب بتاعك فين؟ جنب كمين على الدائري. يعني بيتكلموا كلام عجيب جدا. وبعدين يجي يقول لك ايه؟ عارف يعني يطلعوا من الحدث صغيرين وبعدين يروحوا على المحور يروحوا مثلا وبعدين الرافضين وبعدين يطلعوا المفروض على قناه مش اسمها كده، دي اسمها الاهلي مباشر. عارف الاهلي مباشر؟ يعني يجيب لك كل حاجه بتحصل في الاهلي. بس من منظور سلبي طبعا. سعد سمير، احمد فتحي، حسام عاشور، شريف اكرامي، عمار، وليد سليمان، علي معلول. شوف كم مره رمضان صبحي، شوف كم مره صالح جمعه بيتذكر فيها انت. وفي الاخر يقول لك ايه؟ احنا مالناش علاقه، احنا طالعين نغطي نادي الزمالك. يا راجل ده انتوا اللي محتاجين تضغطوا. يعني ده الموضوع بقى بزياده جدا. اقول لك على حاجه، احنا بناخد بقى شيء بشيء يذكر يعني دايما بيتقال. يعني انت عارف مشكلتنا مع النادي المنافس ايه؟ مش ان انت متقدم ولا حاجه، احنا عاملين التباعد ده من كبير من زمان قوي على فكره. التباعد ده اللي هو الناس بتنادي بيه احنا عاملينه من زمان جدا على فكره. والله في التفكير والمكانه وكل حاجه كل حاجه تمام. لكن مشكلتنا مع الزمالك ان هو دايما بيبص على القاب تاريخيه عقائديه عندك وعايز ياخدها منك. يعني ما تقول له مثلا يعني انا نادي القيم والمبادئ توجعه قوي. طب انت مالك؟ انا نادي الوطنيه والكرامه. خليك انت استنى بس. انا كنادي اهلي 1907 ده لما اتعمل النادي الاهلي كان معمول ليه؟ عشان هو ياخد افريقيا وياخد دوري؟ لا. كان معمول ليه؟ عشان يدعم الحركه الوطنيه. راح هو عامل لك يافطه ابو اليافطات تمام، نادي الوطنيه ومش عارف ايه حاجه كده يعني. خلاص الاهلي فوق الجميع. تضايقوا جدا الاهلي ومبادئه مع ان احنا شرحناه. الاهلي نادي القرن. طب نادي القرن انا بمزاجي بقبل حاجات وبمزاجي تاني ما اقبلش نفس الحاجات بنفس المعايير بنفس المنهج اللي انت بتقوله. النهارده لو استبعدنا الاهلي ومازيمبي والترجي في ال20 سنه اللي فاتوا دول، استبعدناهم في التصنيف الافريقي، استبعدناهم خلاص. يعني دول مش هيبقوا في التصنيف لاي سبب ما بقى تمام. مين الاول على افريقيا في ال20 سنه اللي فاتوا بعد دول؟ الوداد. ليه؟ الوداد ده اكثر حصولا على النقاط. انت لو جيت اتكلمت على الزمالك يقول لك ايه؟ الوداد ده الوداد خد 1000 بطوله افريقيا 2017 وخد السوبر 2018 بس. طيب. انا واخد 2018 واخد الكونفدراليه واخد سوبر 2003 واخد سوبر 2018. مش هيقول كده؟ بس هي السوبر واحده. يقول لك 7 اكبر ولا ال9 تمام. جدول الضرب كلهم حافظين جدول الضرب ما شاء الله. مع ان ال 40 اكبر من 37. استنى بس. انيمبا واخد كام دوري ابطال في 20 سنه؟ واخد كام دوري؟ ولا واحد. لا انيمبا واخد 2004 و2005. كوتوكو 4 و5. انيمبا واخد 2004 و2005. طب ده واخد 2 ابطال. الزمالك واخد 1. ليه في التصنيف لما باجي اعمل دوري المجموعات الزمالك قبل انيمبا؟ ليه؟ في التصنيف صحيح الزمالك قبل انيمبا ليه؟ مع ان 2 اكبر من 1 ولا 1 اكبر من 2؟ صحيح. 2 اكبر من 1 صحيح. لكن انت بتقبل التصنيف على مزاجك وعلى هواك خاص بالاهلي. لانه اما تيجي تتكلم ده انا اكتشفت ان مصطفى مراد فهمي منتشر حتى في اوروبا. يعني حتى في اوروبا وحتى في التصنيف اللي احنا فيه ده مصطفى مراد فهمي ده يعني باللي بيطلعوه اللي يعملوا فيه خالد الغندور هيخش الجنه. والله. خالد الغندور بقى طالما برضه جبت سيرته ولانه بيزعل خالد لما باجي اتكلم عليه وانا بتكلم عليه يعني وانا بضحك وانا بهزر. هو بيقعد يستمك مثلا سنه كامله. خالد حتى لما يعني انا بتفرع في حاجات بس هي لازم يعني لابد لازم. لا لازم. اذا كانت لازم. لا لازم الحقيقه. على مدار سنه يعني كل حاجه بعملها انا او كل تصريح بقوله انا بيطلع ينتقدني فيه. يعني بيطلع ينتقد حقه. يعني مش مساله ماده اعلاميه لكن هو نهج. هو خالد عنده النهج ده مفيش مشكله من غير غلط ولا حاجه. حتى في البرنامج اللي هو التلفزيون اللي انا رحته تمام يعني هو مستصعب
ان انا رحت مع رامز جلال. هو راح قبل كده. انا مع قرارات النادي، مع سياسه النادي. لو سياسه النادي، مع ان انا وتعلمنا وعادل كابتن عادل القيعي يقول كده، يعني ممكن داخل الجلسه اكون مختلف على حاجه او داخل الاجتماع اكون مختلف على حاجه، لكن انا اول واحد ادافع على راي الاغلبيه طبعا. او السياسه بتاعت ده، لو طلعت حاجه على عكس هوايا او عكس رايي هطلع دافع عنها، ومش هقول في يوم من الايام ان انا كنت معترض على ده. انا مع سياسه النادي. لو في اي حاجه تنص الموضوع ده ان ده ما فيش برنامج ترفيهي او اي حاجه، مع ان انا كسيد جوايا مش مقتنع بده. من حق المواطن او من حق الجمهور ان هو يشوف الجانب الاخر من لعيب الكوره او المسؤول. انا اقبل ان انا اروح اهزر مع واحد حتى لو هزاره تقيل شويه، تمام، وانام مرتاح جدا ومبسوط واتكلم في التليفونات، وما اقبلش ان واحد ب 2 جنيه يساوي 2 جنيه في سوق الرياضه المصريه مثلا ولا حاجه يطلع يتكلم عليا ويتكلم على لعيب عندي، ما اقبلش ده. لما تيجي تتكلم على الحته ديت على اساس يا خالد ان انا ما كنتش مع بيبي عز الدين، يعني كنت مع رامز جلال. طبعا انت تعرف بيبي عز الدين، هو يعني ده مع احترامي الله يرحمه يعني، تمام. فازاي والمنطق يعني والمنطق هو طلع معاه والطبيعي. لا سيبك من طلع، ماليش علاقه، دي حريه شخصيه بالنسبه له. هو طلع بينتقدك ليه؟ مش مشكلتي على اساس ان انت مثلا بعد ما بدات كوره او نهيت الكوره كنت بتطلع مع احمد فراج ولا عبد الله شحاته. ده انت الفقره بتاعتك الرياضيه كلها هي بتجيب الراجل اللي بيشتم ده، ولما بيزهق من الشتيمه بيشتمك انت، يعني بيشتمك انت شخصيا. تمام. يعني انت وبعدين يجي يقول لي المنطقي والطبيعي، حد يعلمه؟ ما بهزرش والله ان المنطقي مش بالضروره يبقى طبيعي. صحيح. يعني المنطقي ما يستدل عليه العقل فده يبقى منطقي، لكن الطبيعي المعتاد. على سبيل المثال مثلا في العالم ممكن يبقى فيه 1,000,000 نادي، مظبوط، وناس كتير عندها قنوات. هل طبيعي في العالم ان رئيس القناه يعمل كل يوم مداخله ساعه الا ربع يتكلم في نادي تاني؟ ده طبيعي؟ ده منطقي؟ لا مش منطقي. لكن عندك بقى طبيعي. فاذا المنطقي غير الطبيعي. تمام. انا بتغاظ قوي من لما يجي يقول لي الزمالك، فاهم؟ يعني حد برضه يقول له ان ده مش من حروف القلقله، يعني دي مش من حروف القلقله، الكاف دي مش من حروف القلقله. انت عارف القلقله طبعا يعني. طبعا. يعني كن بجد، انت هتجود. فليه ليه لما تيجي يعني تتكلم عليا وبتزعل قوي؟ ده درجه انا مره انتقدت وانا زعلت، يعني لان انا انتقدت في حاجه ما ينفعش ان انا اقولها، وانا بتاسف له رغم ان انا بنتقد دلوقتي، بتاسف له انا عيبت في حاجه معينه، يعني عيب ما كانش صح، ما كانش يجب برافو عليك انها تتقال، فبتاسف على الجزئيه ديت. برافو عليك. لكن لما تيجي تتكلم عليا او تتكلم على غيري او تتكلم ما اعرفش مع ده، حتى كابتن طارق يحيى، يعني كابتن طارق يحيى يعني في الوقت الحالي الناس كلها يقول لك ايه، انت كنت لعيب كوره، على كابتن محمود الخطيب، على اساس ان كابتن فاروق جعفر وكابتن طارق يحيى كانوا مثلا يعني مهندسين معماريين، ده مهندس وده دكتور يعني. اوعى تفتكر في يوم من الايام يا كابتن ابراهيم ان اللي شايفك ان انت راجل واخد مكانه بالنسبه له، اللي شايفك ان انت واخد، يعني عمره في حياته ما هيقتنع باي حاجه انت هتعملها او اي حاجه هتقولها، لانها غايبه عن العقل والمنطق والمصداقيه. عمره هيطلع يهاجمك على طول. صحيح. ده وراه جمهور وده وراه جمهور، يعني ده وراه جمهور بالملايين وده وراه جمهور بالالاف. فانت بتتكلم على حاجه كبيره جدا في الشارع، فممكن الدنيا تبقى صعبه جدا. لكن لما انت حضرتك يبقى ما فيش حد يجي يقول له اللي انت بتعمله ده غلط، وقف عند حدك وخليك بقى يعني واضح وصريح، لا انت لازم تطلع توافق او تطلع توضح او تطلع تتريق كمان. انا مع ده بقى. ليه بقى؟ لان انت في النهايه كده انت اللي اديت المساحه. معايير اللعب ايه؟ معايير اللعب لو حق ومنطق واصول وقانون، تمام، ولوائح، معاك مفيش مشكله خالص. لكن معايير اللعب ان واحد يطلع لي في يقعد يعمل لي كده واعمل له مش عارف ايه والحق والمنطق، وبعدين تيجي يقول لك ايه، المعايير اتظبطت تمام عشان الاهلي ياخد اللقب، مظبوط. وفي واحده ثانيه في حلقه ثانيه او في نفس الحلقه يقول لك ايه، لا التسعه اكبر من السبعه. يا ابني ما كانت معايير اتظبطت وتتحقق. طب هي لو معايير واتظبطت وكده وانتهت، يعني في 94 كان لسه ما فيش حاجه تمت، ما فيش. يا سيدي الفاضل في انجلترا ده هو جاب بيك ان صحيح خده في سكه ان هو يقول له لا والزمالك مظلوم، لكن لما جه طب المعايير اتحطت امتى؟ قال له 94. في انجلترا بيتم لو الفرقتين في انجلترا تساووا في النقاط، البطل بيتحدد ازاي؟ بيتحدد بالاهداف. في اسبانيا بيتحدد باللقاءات المباشره. في مصر بيتحدد في اللقاءات المباشره. خلاص. اذا دي لائحه ودي لائحه. بيتم على اساسها تحديد البطل هنا، مع انها مختلفه على فكره. 77 78 الزمالك خد الدوري بهدف اعتباري، مظبوط يا كابتن عادل؟ صحيح. خلاص بهدف اعتباري. مع ان اللقاءات المباشره ما بين الاهلي والزمالك في السنه ديت
كانت 0-0 في الدور الاول و1-0 في الدور الثاني للنادي الاهلي. بالظبط. يعني لو اللقاءات المباشره كانت في اللائحه دي يديك البطولة. كان الاهلي يبقى البطل. مظبوط. بالظبط. ما يقفش كده يقول لك انت فاكر جول حسن شحاته؟ ايوه. على فكره انت عارف ان هم يعملوا يافطه على 6 اكتوبر حسن شحاته الحقيقي. طيب السنه دي